بتحول من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين. تقول لي ليش الصين عبد الرحمن؟ بروح لكأس السوبر اليوم بصراحة، وانتشر هذا الخبر في فترة سابقة فيما يخص كأس السوبر والأندية المشاركة في كأس السوبر. كثير من الأندية عدت العدة أن يكون المعسكر الأخير لها آخر 5 أيام في الصين. الهلال ما سمعنا هذا الكلام موجود، وتواترت أخبار كثيرة عن من الممكن أن الهلال يعتذر عن كأس السوبر. حمد، أبى أتوسع في هذا الموضوع. هل الهلال يخطر في باله أول شيء كيف تشوف أنت لو صدق هذا الخبر موجود، ولو عندك معلومة عن هذا الأمر ممكن تفيدنا فيها؟ أنا المعلومة اللي عندي عبد الرحمن أنه فعلا الهلال يدرس فعليا الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر المقبل لأسباب عدة. أعتقد أنه راح يرفعها الاتحاد السعودي متى ما تم الموضوع بشكل رسمي، لأنه حاليا هي دراسة داخل البيت الهلالي أو مسيري القرار، صناع القرار في البيت الهلالي يدرسون بشكل جدي الاعتذار عن المشاركة في كأس السوبر السعودي. عبد الرحمن، أنت تتكلم عن فريق بدأ الإعداد للموسم الماضي يوم 1/7/2024، يعني انطلقت تدريبات الفريق 1/7/2024، انتهى موسمه 4/7/2025 في مباراة الهلال الفلومينينزي. تتكلم عن سنة كاملة وأسبوع فريق لم يتوقف. النادي الوحيد اللي شارك في كل المسابقات والبطولات عبد الرحمن بمختلف مسمياتها، ما توقف أبدا، بالإضافة إلى أنه كأس السوبر الآن تأتي يعني في منتصف إعداد الفريق، إضافة إلى أنها بشرق آسيا، يعني حتى ما هي مثلا تقول والله في الرياض ولا في جدة ولا في أبها ولا في الطائف، لا، ولا حتى في أوروبا، لأن بعسكر في أوروبا في يعني شرق آسيا، صحيح. فهالأسباب الهلال يدرس فعليا أنه يعتذر عن المشاركة في البطولة.